بقول لك يا ريس، سيبك منه بقى لان كل كلامه لوك 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 وملهوش ماسكه، لان كل كلامه كده يعني بص من اوله لاخره كاني وماني ومش فاهم له الصراحه اوله ولا اخره. شفت؟ اديك قلت كاني وماني. طب عمرك فكرت تسأل مين كاني ومين ماني؟ تعال اقول لك انا، ولو مش عاجبك الكلام قول لي ما تقولش تاني. أصل الحكاية وأصل الكلمتين دول كلمتين من اللغة القبطية المصرية القديمة. كاني يعني سمنة وماني يعني عسل. شفت الروقان، شفت الجمال، حلقة تجوع والله. وركز يعني هي الكلام مش غلط، بس كان في اعتقاد سائد زمان عند المصريين القدماء ان انا كل ما بقدم كاني وماني اللي هو سمنة وعسل، ودول اقرب القرابين اللي بتتقدم ومحبوبة لدى الآلهة من وجهة نظرهم هم، مقابل ده ان انا بحصل على الامنيات بتاعتي. وكل ما بقدم كاني وماني اكتر كل ما امنياتي ضامن ان هي تتحقق. يعني انا مثلا ايه، اروح اشتري 2 كيلو كاني على 2 كيلو ماني على حبة عيش وملح كده، وتبقى غدوة حلوة زي ما بيقولوا كده اهالينا، ونقعد في المعبد ونعيش اللحظة. وبرضه حاجة حلوة، عسل وسمنة. زي يقول لك مثلا ايه، ده دول اتنين يعني مع بعض كانوا ماني قوي. طبعا الكلمة دي ما بتتقالش، لكن هو اصل الكلام من اللغة القبطية، يعني سمن وعسل، هو ده الكلام. كاني وماني. شفت بقى الكلام؟ مش هعيده تاني. مش بقول لك كل ما هو جديد وحصري عندنا بس في حكاوي مصري. سلام.